عارفين يا شباب، فكرة ان انت تفتح الحنفية وينزل لك مية وقت ما تعوز دي والله نعمة كبيرة. الواحد مش عارف قيمتها غير لما بتتاخد منه. والسبب اللي خلينا اقول كده ان احنا قعدنا اكتر من يومين مفيش ولا نقطة مية. وده مش عندي بس، ده في الشيخ زايد واكتوبر كلها. والمضحك بقى واللذيذ، المية دي قطعت ازاي؟ وهم بيحفروا للمونوريل كسروا الماسوره الرئيسيه. لا تقول لي بقى نبص لمخططات ولا نعرف المواسير فين، احفر يا باشا وزي ما تيجي تيجي، وجت في الماسوره الرئيسيه اللي بتغذي المنطقه كلها. المهم بعد 12 ساعه قال لك احنا خلاص لحمنا الماسوره. اول ما فتحوا الميه راحت الماسوره مخرشقه تاني، فاحنا قعدنا يوم كمان وشويه مفيش ميه. فالحمد لله النهارده الميه رجعت كلها تمام، الدنيا تمام. اللي هو انا كنت بنزل مهندسين عند ضوي علشان استحمى. الموضوع كان جامد للدرجات دي. وبقى قطع في الجيمات وفي المحلات وفي كل حته. فيعني ارزاق الناس كانت رايحه في 60 داهيه، وانا بقالي يومين مش عارف اصور، ودي حاجه مستفزه جدا. المهم يا شباب، يعني نخش بقى في المفيد. ازيكم يا جماعه، معاكم عبد الرحمن من ايفولف، فيديو جديد فلوج جديد. والنهارده يوم فيه احداث كتيره، فهاخدكم معايا في اليوم نشوف هنعمل ايه، نشوف ايه الجديد، نشوف بنعمل ايه جديد، الماكروز، الكالوريز، التمرين، كل حاجه. فانا شايف يلا بينا نبدا الفلوج. لسه شباب مخلص اديتنج لريل هنزلها على انستجرام، وصفه جديده تشيكن فاهيتا بالجبنه. غالبا انت هتبقى يعني لو دخلت عندي على انستجرام هتبقى الوصفه دي نزلت جامده قوي وهتعجبكم. تعالوا بقى نعمل حاجه ناكلها كده عشان بصراحه جعان. دلوقتي يا شباب انا عايز انزل اتمرن، فهاكل كده بري ورك اوت ميل ما اكلتهاش بقالي زمن والله العظيم. هعمل شوفان، بقالي كتير قوي 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 ما اكلتش شوفان، والصراحه نفسي فيه جدا. فيلا بينا نحضر بوله كده عليها القيمه. قلنا كده ايه 40 جرام. عندنا هنا يا شباب تمرتين، طبعا حتت صغيرة جدا. 2 باكت سكر دايت، لبن خالي الدسم. نقلب ده كله بقى كويس قوي. ناخد البولة دي ندخلها الميكروويف. والشوفان بقى في الميكروويف هنعمل حركة صايعة جدا. نجيب الطبق ده وهنجيب الواي بتاع ايفولف اللي بطعم الكراملايز بسكت. ناخد سكوب، احط عليها رشة قرفة، ازود عليها حوالي 30 جرام لبن. اقلب كل ده مع بعض، نزود نقطة لبن كمان. بس كده، عايزينه بقى ايه يبقى كده. بعد دقيقة ونص قلبته وهرجعه في الميكروويف تاني دقيقة كمان. بص الشوفان دلوقتي عامل ازاي. تعالى بقى اوريك بقى ايه اللي احنا هنعمله. جيب بقى يا باشا ده وتنزل بيه، تقلب يا باشا، وده يتساب كده بتاع 5 دقايق، وبعد كده نيجي ناكله. جرب انت بس الحركة دي، بدل ما انت بتحط الواي على الشوفان على طول، جرب اعمل كده وشوف الفرق، وصدقني هتعرف انا بتكلم في ايه. احنا كده شباب عندنا بولة الشوفان بتاعتنا، هي دي هتكون البري ورك اوت ميل. الشوفان مع القرفة مع البلح مع الواي كاراملايز بيسكت، اللي هو لو انت عايز تجربه ممكن تستخدم كود ايفولف 10، هيديك خصم على السعر اللي موجود على الويب سايت 10%. تقدر تخش على www.theevolveway.com وصدقني مش هتندم. الكاراملايز بيسكت بقى ده مع الشوفان في حتة تانية. تعالوا بينا ندوق. تعالوا ندوق كده يا شباب. هي دي بولت الشوفان، هي دي بولت الشوفان. خطر، لازم تجربها. انا مش فاهم الناس بتقول لك انا ما بحبش الشوفان. ما طبيعي عشان انت بتعمله زي الاسمنت، انت بتاكل اسمنت. انت نجرب اعمله بالطريقه دي وصدقني انت هتاكل بتاع دي كل يوم. وانت عارف انا لما بقول لك على وصفه انا ما بهزرش. واسال مجرب وجرب اي وصفه من وصفاتي القديمه. المهم يا شباب دي
وجبه ما قبل التمرين، والكالوريز والماكروز بتاعتها هتبقى موجوده هنا. انا هخلص بقى البوله دي عشان ايه ننزل نتمرن. لا والله فايتك دلوقتي. خلاص انا لبست وجهزت، يلا بينا ننزل الجيم. عندي تمرينة بوش جامدة اوي النهاردة. الساعة دلوقتي 2:30، الجيم فاضي فشخ. انا بقالي كتير قوي ما اتمرنتش والجيم فاضي بالشكل ده. ان شاء الله تكون تمرينة لذيذة، تمرينة حلوة. يلا بينا. هنبدأ تمرينة البوش بان احنا نسخن الروتيتر كافس، ودي حاجة مهمة جدا وانت مش هتبقى عايز تهملها. انا بجيب باند وبلعب 20 عدة كل حركة فيهم لحد ما احس ان انا كتافي دي خلاص سخنت. ودلوقتي دي اول تمرين عندي، الانكلاين تشيست بريس. بتدرج في الاوزان او بسخن بشكل دايناميك، يعني الحركة نفسها اللي انا هتمرنها انا بسخن بان انا بطلع في الاوزان دي بشكل تدريجي، ومش بضيع اي مجهود في التسخين. بمعنى انا بلعب 3-4 عدات كل مرة بزود الوزن، ولما بوصل للوزن اللي قبل التوب سات اللي انا هلعبها قدامكم دي ببقى اوريدي لعبت عدة واحدة. فده بيخليني اهيئ جسمي ان انا هتمرن بوزن تقيل، فانا مش بخص بالوزن التقيل ده على طول، وفي نفس الوقت انا مش بهدر الطاقة بتاعتي في مجاميع التسخين. مش هقعد العب 4 مجاميع تسخين وابقى بلعب 8 او 10 عدات. طب ما انا لما هوصل للمجموعة الثالثة او الرابعة الوزن هيكون خلاص تقيل، وهتبقى بتضيع من المجهود اللي انا ممكن استفيده في التوب سيت بتاعتي اللي انا بقيس عليها التقدم بتاعي، اللي انا ببقى عايز اوصل فيها للفشل العضلي، اللي ببقى عايز اشيل فيها اتقل وزن، اللي عايز العب بيها احسن اداء. فما تضيعش مجهودك في التسخين على الفاضي والمليان. التسخين غرضه ان هو يدخلك في المود بتاع التمرينة، يهيئ عضلاتك علشان ما تتصابش، بس مش المطلوب منه ان هو يتعبك. فانت ما تجيش قبل كل تمرينة تقعد تلعب 3 أو 4 أو 5 مجاميع تسخين وانت اصلا بتلعب تمرينة بتستخدم نفس العضلات. يعني انا دلوقتي لعبت كتف، طب ما الكتف ده برضو اوريدي يعتبر سخن في تمرينة الانكلاين تشيست بريس. دلوقتي انا داخل تمرينة تشيست بريس فلات، مش محتاج ان انا اسخن. ممكن لو انت مثلا بتتمرن في جيم مختلف او جهاز جديد تسخن عليه بحيث ان انت تعرف الجهاز ده ايه نظامه، انت هتلعب عليه بكام، اوزانك هتبقى عامله ازاي، الكرسي هيبقى مظبوط ازاي. لكن انت اصلا لو ده الجيم بتاعك ولو ده المكان اللي انت بتتمرن فيه على طول، فانت مش محتاج تعمل ده. وده يا جماعة سبب مهم جدا ان انت تبقى عارف اوزانك عاملة ازاي. عشان كده احنا على طول بنقول للناس لازم تكون بتسجل اوزانك في حتة، لازم تكون بتسجل اوزانك بحيث ان انت تبقى عارف هتخش التمرينة دي بوزن عامل ازاي، هتلعب كام عدة، لعبت كام عدة الاسبوع اللي فات، بحيث ان انت على قد ما تقدر تبقى بتحاول ان انت بتبروجرس في كل تمرينة. عدة زيادة هنا وعدة زيادة هنا وعدة زيادة هنا، هو ده اللي على مدار الوقت، وهو ده بعد فترة كبيرة هو ده اللي بيعمل البروجرس. اللي انت بدأت كنت بتلعب بيه 8 عدات وقدرت ان انت توصل ل 12 عدة، ده بروجرس. حتى لو انت زودت عدة كل اسبوع، حتى لو في اسبوع سقطت ان انت تزود عدة، ده مش حوار. بس فكرة ان انت تبقى بتبروجرس دايما هو ده المهم، وان انت على طول تبقى بتحط نفسك في المود بتاع ان انت عايز تتمرن بضمير. انا عايز اوصل للفشل العضلي او اسيب عدة في التانك، انا عايز اتمرن عدل. من الاخر انت بتروح الجيم بتتمرن بانتنت، او بتتمرن وانت عندك غرض معين. ايه هو الغرض؟ ان انا اتحسن. سواء بقى انت بتتحسن ان انت بتزود وزن، او ان انت بتزود عدات، او ان انت ادائك بيظبط، او ان انت بتتمرن بانتنسيتي او بشدة احسن، كل ده في حد ذاته بروجريشن. فما تقعدش تشغل بالك بقى بحاجات كتير قوي. لا، انت والله العظيم لو اخترت كام تمرينة، في كل تمرينة انت بتبقى اصلا مرتاح فيها، كام موفمنت باترن، كام مدى حركي مظبوط، واتقدمت فيهم على مدار الوقت وسجلت اوزانك، صدقني الموضوع ده كافي ان هو يزودك. وبس كده يا شباب، احنا بنخلص اهو التمرينه. بلعب شكلين من الترايسب وبس، ما فيهاش اي نوع من انواع الفزلكه. بلعب هنا حاجه قدامي، وبلعب هنا حاجه وانا كتفي مرفوع لفوق، بحيث ان انا اقدر ان انا اجيب الهيدز كلها بتاعه الترايسب. وصدقني هو ده السر بتاع ان انت تكبر التراي بتاعتك، هو ان انت تلعب في زوايا كتف مختلفة، مش ان انت تلف ريستك تحت وتعمل الحركات الغريبة دي. بس اهو زي ما انت شايفيني الفشل العضلي على الاخر اهو. وبس احنا كده خلصنا تمرينة البوش، يلا نكمل فلوج. كده يا شباب خلصت تمرينة البوش، تمرينة حلوة، تمرينة جامدة.
المجاميع ملعوبه بضمير الحمد لله، وقشطه يعني الدنيا في اللذيذ. دلوقتي بقى الواحد يخش ياخد دش ويرجع يمم. دلوقتي شباب استحميت خلاص في الجيم ورجعت البيت وهنعمل الاكل. عندنا هنا لحمه صافيه جدا هشويها، وعندي هنا مكرونه نيه، وانا الصراحه عشان بكسل استنى الميه تسخن ففي هنا كتل بغلي فيه الميه، وهنسلق المكرونه ونعمل اللحمه. كده اللحمه خلصت وعندنا المكرونه، نحط عليها بس شويه صلصه ونتبلها. كده يا شباب عندنا الوجبه الثانيه، 250 جرام مكرونه، عندنا 300 جرام لحمه، عشان هنا عامله كيكه بالبرتقال مالناش دعوه بيها، انا هاكل الوجبه بتاعتي. الوجبه اهي، ندي تقييم بقى. المكرونه 10 من 10، اما بقى اللحمه فهي 10 من 10 برضه. والماكروز والكالوريز بتاعت الوجبه دي هتبقى موجوده هنا او هنا. خلص الوجبه دي واشوفكم. دلوقتي يا شباب انا خلصت شويه شغل بعد ما اكلت، ودلوقتي نازل اتمرن تاني، بس مش نازل الجيم، اتمرن من بعد ما رحنا انوبس. لو انت شفت الفلوج اللي فات، واحد كده حس ان هو عايز يتمرن حاجه جديده وحاجه مختلفه، فجربنا جوجيتسو مع احمد. لو انت ما شفتش الفيديو اللي فات ده لازم تخش تشوفه، فيديو حلو جدا. وبعد كده انا رحت جربت حاجه اسمها MMA سترايكنج، عجبتني جدا وبدات ان انا اتمرنها. النهارده تقريبا هيكون ثالث يوم انا اتمرنه، وجبت الجلوفز المتين، فنحضر الشنطه ويلا بينا. لقد وصلنا. لسه مخلص اهو التمرين، وكان يوم لذيذ، كانت تمرينه لذيذه. طبعا انا لسه مبتدئ جدا بمعنى الكلمه، تقريبا ده ثالث يوم اتمرنه، بس الحمد لله حاسس ان في بروجرس من مره عن مره، الواحد بيتحسن مره عن مره. انا لسه بيجنر فشخ، اللي هو لسه بتعلم ازاي اقف، ازاي اعمل الكروس والجاب، اللي هما اكتر حاجتين بيسك في الموضوع، ولسه بدري، لسه الموضوع طويل. ودي حاجه في نفس الوقت بسطاني، يعني انا مبتدئ في حاجه، انا لسه بيجنر في حاجه ما عنديش فيها اي معلومه، النولج بتاعتي صفر، الاكسبيرينس بتاعتي صفر، فانا مبتدئ من الصفر. فده معناها ان لسه في بروجرس كتير قوي الواحد يقدر ان هو يعمله، وان شاء الله نشوف كده الدنيا هتبقى رايحه فين، نشوف الموضوع ده هيمشي ازاي. تجربه جديده
انا عايز اجربها واشوف الدنيا هتروح فين، الله اعلم. بس الواحد كده كان حاسس ان هو محتاج حاجه مختلفه تغير الروتين او الستايل بتاع التمرين. والواحد برضو ممكن يوظف بقى الجيم في حاجه، يعني هنشوف. الصراحه انا ما عنديش اي اكسبكتيشنز، ما عنديش اي حاجه في دماغي انا هعمل ايه بالموضوع ده، على قد ما هو تجربه جديده انا بجربها. وبرضو في حاجه مهمه، الهيوميليتي، او ان انت يبقى عندك استعداد ان انت تقول على نفسك ان انت ما بتفهمش حاجه، او ان انت مش فاهم ايه ده، ولا عندك خبره في الموضوع ده، وان انت تسمع بقى من شخص عنده خبره اكتر منك، فاهم اكتر منك، بقاله سنين بيعمل حاجه زي كده، بقاله سنين بيمرن، عنده النوليدج، عنده الاكسبيرينس. فانت ما تفتيش من الاخر وتسمع الكلام وتاخد المعلومه من الشخص اللي فاهم ده وتبدا تنفذها، علشان ده هيأثر عليك طريق طويل قوي. هنا الكوتشز كويسين جدا في انوبيس وعندهم خبره، فكل اللي انا عايز اعمله هو ان انا اخد الخبره دي من ناس فاهمه هي بتعمل ايه، عشان هيأثر عليا الطريق جدا جدا جدا. فان شاء الله خير، ان شاء الله خير. المهم يلا بينا على البيت ونشوف هنعمل ايه وهناكل ايه والكلام ده كله. مش قادر يا شباب، يوم مهلك وتمرين كتير، بس يلا بقى ناكل اخر حاجه تقريبا هاكلها النهارده. لا هو مش تقريبا، هو دي اخر حاجه. فعندنا اختيارين، يا نعمل التشيز كيك اللي بالجبنه القريش، يا نعمل فرنش توست. انا محتار بصراحه، خلينا في الفرنش توست. حاجة مهمة قوي بقى الفانيليا عشان زفارة البيض. واحدة فرنش توست وايه واحدة هنا. واخر سلايصاية للعظمة دي. اخر حاجة بقى سيرب اللو كالوري. عايزك تتفرج الجوسينس تيست. الفرنش توست البروتين بيبقى ناشف كده، لكن بص ده، بص شايف، بص عامل ازاي، بص عامل ازاي، بص بص شايف ليه بقى؟ عشان شارب اللبن. تعالى مندوق. يا نهار اسود والله، ولا تقولي ده بروتين اصلا، ولا فرنش توست المحلات. لا خطر والله العظيم. تعالى بقى اقول لك الماكروز بتاعه الفرنش توست ده. هما 1 2 3 4 5 بس العيش ده صغير، فهم اصلا 100 جرام توست. عندنا 17.5 جرام فات، 70 جرام كارب، و82 جرام بروتين، 767 كالوري. يستاهلوا كل كالوري بصراحه. طعمه فاجر، طعمه فشيخ، وقفله حلوه لليوم. انا اخلي جوجو تدوق علشان ايه ما بقاش انا بكاش. طيب شويه من السيرب كده تحت، جاي مش عايز ابان فعلا. ها يعني لا حلو قوي والله، حلو، مش باين في طعم ما تحسيوش بروتين فرنش توست. انت حاطط حاجه في النص؟ دي حاجه ملزلزه. ده واي لذيذ، بس تحسيه فلافي كده. صح، شيف مش حاجه معدي، بيغطي عليا، مش حاجه معدي. وانا يا شباب قاعد بإيديت الفيديو
حسيت كده ان في حاجه غلط، الماكروز نفسها مش مظبوطه. انا برضو حسيت كده اللي انا واكله ده ما يطلعش الماكروز دي. فالمهم الماكروز الصح 44 جرام فات، 215 جرام كاربز، و228 جرام من البروتين، دول حوالي 2200 كالوري. ودي الماكروز والكالوريز بتاعت النهارده، وده يحطنا عند نهايه الفيديو يا شباب. طلب بقى يا شباب كده صغير، يا ريت تعمل لايك للفيديو ده لو الفيديو ده عجبك، ولو انت اول مره تشوف الفيديوهات بتاعتنا ما تنساش تعمل سبسكرايب وتدوس على جرس النوتيفيكيشنز علشان يجي لك اشعار اول ما بننزل اي فيديو. كده كده احنا بننزل فيديوهات يوم الجمعه الساعه 4 كل اسبوع. ويا شباب لو عندكم اي افكار لفيديوهات اكتبوها لنا تحت في الكومنتس. ليه؟ عشان انتوا غلبتونا بصراحه. نعمل فلوج طويل، في حد يقول لك الفلوج ده طويل قصروه. نعمل فلوج قصير، حد تاني يقول لك هو انا مستني كل ده علشان تعمل لي فلوج قصير. ماشي. نعمل فيديوهات فيها مواضيع خاصه بقى بالجيم او بالتغذيه، يقول لك ما تعملوا فلوجات. فين الفلوجات يا شباب؟ نعمل فلوجات فيها النصايح، حد يقول لك طب ما تفصلوا الفيديوهات عن بعض يبقى الفلوج لوحده والنصايح لوحدها. ورونا حاجه مختلفه يا شباب، نروح نصور مع حد ليه علاقه بالمارشال ارتس، رحنا انوبس وصورنا جوجيتسو بتاع، الفيديو ما يجيبش فيوز. طب انتوا عايزين ايه يا شباب؟ عايزين ايه؟ عندك فكره؟ اكتبها تحت في الكومنتس، ما تغلبوناش معاكم. بس يا شباب اعملوا لنا فولو على انستجرام عشان تشوفوا الحبشتكلات اللي هناك كلها، واعمل لنا سبسكرايب هنا وسبورتنا باللايك. ودي تبقى نهايه الفيديو. كان معاكم عبد الرحمن من ايفولف، اشوفكم في الفيديو الجاي. سلام عليكم.